وبتبتدي الحلقة ال 24 من مسلسل الحشاشين، واللي نشوف بقى زي ما انتهينا في الحلقة اللي فاتت في محاكمة ابن سيحون، واللي بعد بقى ما تم الحكم على ابن سيحون ذات نفسه بالإعدام، نشوف بقى ساعتها إن حسن الصباح بيقول إن هينفذ حكم الإعدام هو واحد ابن سيحون قتل أبوه وأمه، عشان ساعتها يحيى اللي يتفاجئ واللي تحس كده إن هو فرح شوية، واللي فجأة كده يقول له يحيى، ويحيى يقول له أمرك سيدنا، واللي يقول له إن أنت هتنفذ حكم الإعدام، فيطلع يحيى بقى السيف بتاعه وهو متجه ناحية ابن سيحون. ساعتها ابن سيحون يقول له إن أنا قتلت أبوك وأمك بأوامر من حسن الصباح نفسه، عشان ساعتها نبص كده ان يحيى اتهز السنه بسيطه، واللي فجاه راح مطلع السيف بتاعه وراح ضارب بابن سيحون، وانه كده نشوف ان هو اساسا بيقتله بغضب شديد، بس اكنه كده ماسك نفسه عشان ما يعملش اي حاجه غلط تانية، عشان فعلا بعد ما يقتل ابن سيحون واللي يقع على الارض حسن الصباح اللي يقول له ان انا فعلا اللي امرت بقتل ابوك وامك لانهم كانوا من الكفار وان هم مش مؤمنين زيك، عشان نشوف كده ان يحيى بيبقى ماسك على ايده بالغضب كده عشان برضه ما يعملش اي تصرف تاني او ان هو يتقتل في نفس الوقت ده، عشان ساعتها حسن الصباح اللي يأمر الجنود ان هم ياخدوا السيف من ايد يحيى وان هم يحبسوه في اوضه ابن سيحون لحد ما يشوف هو هيتصرف معاه ازاي، او ان هو هيشوف بقى ايه اللي بيحصل معاهم هما الاتنين بالظبط، واللي بعديها على طول نشوف بقى ان هو بيمشي كل الناس وما بيتبقاش الا هو وبرزة وميق، اللي بيسأله ان هو كان مستغرب اساسا من طول صبره على الشاب ده، وان هو اساسا كان فاكر ان هو فعلا حبه وان هو هيديله مكانه، لكن ساعتها حسن الصباح يقول له ان التسلية جوه القلعة امر خطير جدا، وان هي مع الخطورة دي كلها المتعة بتزيد، وان هو عايز ان هو يسلي نفسه. وبعدها بشوية بنشوف ان حسن الصباح وبرزج ان هما الاتنين واقفين، وان حسن الصباح بيقول له ان بعد الهزيمة اللي حصلت لهم في القلعة بتاعت ابن الحافظ ان ممكن اقول نفوس المؤمنين اتكسرت شوية، وان كل اتباعه كده ان هو حاسس ان في حاجة غلط بقى بتحصل، وان هو عايز ان هو يرجع ثقتهم بنفسهم، واللي يقول له ان احنا لازم نعمل عملية كبيرة جدا اللي ممكن تزلزل الارض من تحت جيوش السلطان، عشان ساعتها برزج اللي يقول له بس احنا اعدادنا قليلة. ساعتها حسن الصباح يطلع له بقى بالفكرة الكبيرة ويرجعوا للفكرة الرئيسية ان هو عايز يقتل خليفة المسلمين في بغداد، وان ده الحدث اللي هيبقى كبير اللي يخوف تقريبا كل الناس منهم، واللي يؤمر على طول برزج ان هو يقول لكل الباطنيين اللي موجودين في بغداد ان هم يطلعوا بمساكنهم ويطلعوا يسكنوا على احرف المدينة عشان كله يحس ان الامور بقت تمام وان الباطنيين بيختفوا، لحد هو بقى ما يشوف الوقت المناسب اللي يقول لهم ان هم في يقتلوا الخليفه، واللي بعدها على طول نشوف ان هو بيسال برزج ايه رايك في الهادي، عشان ساعتها الهادي يقول له ان هو هيبقى فارس شجاع في المستقبل، لكن حسن صباح يقول له لا انت مش عارفه ان روح الهادي مختلفه وان هو شاب مختلف، وان هو شافه في المنام وان حدثه سيدنا على ان الهادي ممكن اقول له ليه مكانه كبيره قوي، وان هو شاف اوضته مشتعله بالنيران وان كده طالع منها حاجات حلوه جدا، عشان ساعتها كده نشوف ان هو بيوصل رسائل من تحت لتحت كده لبرزج ان ممكن يكون ان الهادي هو الخليفه بتاعته، ما نعرفش بقى هو بيمتحن ولا هو بيعمل كده بجد، بس برضه بنشوف ان برزج محافظ على ايمانه واللي بيقول له ما شاء الله يا سيدنا، واللي ساعتها حسن صباح يقول له انشر اللي انت شفته كله في القلعه كلها، واللي بعديها بشويه كده بنشوف ان حسن الصباح بيؤمر ان هم يجيبوا له يحيى، والاول يحيى ما بيوصل بقى بيبتدي الكلام ما بينهم، ونشوف ان حسن الصباح بيقول له ان هم عايزين يلعبوا على المكشوف، ان كل واحد يسر كل حاجه في قلبه لان قلعه آل موت ما بيستخباش فيها حاجه، واللي ساعتها بقى بيقول لي ليحيى ان انت دخلت قلعه آل موت مش عشان انتقامك الشخصي، انت دخلت هنا عشان تقتل حسن الصباح وده كان هدفك الكبير، لكن ان انت مش عارف وان انت بتلعب لعبه خطيره جدا، عشان وقتها بقى نتفاجئ ان يحيى هو كمان بيتكلم فعلا بالمكشوف، واللي يقول له ان انت كنت سبب خراب الامه دي، وان انت فعلا اكبر لعنه حلت على الاسلام وعلى المسلمين، وان الاسلام حاجه واحده بس ظاهره زي باطنه الصبح زي ليل عشان ما فيش اي حاجه فيه بتتغير على حسب احواء الواحد، وقتها بقى حسن الصباح هو كمان اللي يبتدي يتكلم، واللي يقول له بقى ان انت كده خرجت عن المله بتاعتهم، او فكره ان هو عارف كده كده ان انت مش مؤمن بيا فانت كده واحد خلاص في اعداد الموتى، وان هو بيحب بس ان هو يلعبه، وان لعبته دي ممكن اقول اكتر حاجه بتسليه في القلعه، عشان وقتها بقى نشوف ان خلاص يحيى بيحس ان هو عمل كل اللي عليه وعارف كده كده انه هيموت، لكن بقى يفاجئه حسن الصباح وهو في عز ثقته دي كلها، واللي يقول له ان نورهان عنده في القلعه، عشان وقتها بقى نشوف الصدمه اللي على وش يحيى واللي ما بيبقاش مستوعب اللي بيقوله ده بجد ولا لا، عشان وقتها حسن الصباح بقى اللي يساومه عليها، واللي يقول له ان انت لازم تنفذ لي حاجه كبيره عشان اسمح لك ان انت تاخد نورهان، وفكره يا اما انت تقتلها هنا وتبقى انت كمان تموت بعديها، يا اما تنفذ لي مهمه عشان تاخدها وتخرجوا من القلعه، وان هو بيوعده ان هو لو نفذ المهمه دي ان هو فعلا هيسمح له هو ونورهان ان هم يخرجوا من القلعه، وقتها بقى نشوف ان كده يحيى بيبقى مظلوم عشان يتفاجئ اكتر ان حسن الصباح بيطلب منه ان هو يقتل خليفة المسلمين، وان ده شرطه الوحيد عشان ان هو يسمح له يغادر هو ونورهان سلام،
بس احنا ما نعرفش بقى هو حسن الصباح عرف ان نورهان اصلا هربت ولا لا، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. وبعدها نروح بقى مع برزة واللي نشوف ان هو رايح اوضه ابن سيحون، وان هو بيبقى زعلان عليه شويه كده ورايح مكانه عشان يشوف بقى اثاره، او ممكن اقول ان هو زي بيودع صديق قديم ليه، عشان لما بيقعد بقى في مكان في اوضته واللي يلاقي الجوابات والرسائل اللي هو كان بيكتبها، واللي يبتدي كده يفتش فيها واحده واحده لحد ما بيلاقي مكاتبه ابن سيحون بيبقى كاتبها ان فكره ان هو عبد جوه القلعه من عبيد حسن الصباح. فكره شويه حسن الصباح يحسسه ان هو صاحبه، وشويه يحسسه ان هو عبد عنده، وان هو انخدع بيه زي برزة وميت هو كمان متخدع بيه. واللي نشوف ان الرساله دي بيبقى سايبها مخصوص لبرزج عشان هو اكنه بيكلم برزج ان هو كمان اتخدع في حسن الصباح، واللي بيقول له ان انت هتفضل تتبع اوامره لحد ما تلاقي نفسك بتترمي من فوق سور القلعه، وان حسن الصباح بيبص لك بابتسامه عشان كده تشوف ان هو اساسا فعلا حد غدار. عشان وقتها كده نشوف ان برزج وميت بيبان عليه كده ملامح الشك، واللي تحس ان في حاجه اتغيرت او الشك على الاقل اتزرع في قلبه. وبعدها بشويه كده بنشوف ان حسن الصباح قاعد مع ابنه الهادي، واللي بيبقى بقى النقاش داير ما بينهم على فكره هو يفكر مين اللي ممكن يكون الخليفه بعد حسن الصباح. عشان ساعتها بقى كلنا نتفاجئ ان حسن الصباح بيقول له ان هو عايز يجهزه ان هو يبقى الخليفه من بعده، وان هو الامام الجاي بعديه عشان يقول له كده ابنه، او يتخض اساسا هو كمان من الفكره، واللي يقول له ان انا مش زيك، او حتى صعب جدا ان انا اوصل للمكانه بتاعتك في وسط الاتباع بتوعك. حسن الصباح اللي يقول له ان انت متقلقش من ده كله، وان احنا هنبتدي من دلوقتي ان احنا نجهزك. عشان ساعتها بقى يسال السؤال المهم، طب برزة وميد وضعه ايه؟ ساعتها نشوف بقى ان حسن الصباح بيعامل برزة وميد زي كده ما بيعامل ابن سيحون، واللي يقول له ان هو مجرد خادم او ان هو مجرد واحد من الاتباع. فكره ان هو لحد دلوقتي هو محل ثقه وان هو امين، ده ما ينفيش ان هو ممكن في يوم من الايام ان هو يخونه. واللي واضح كده ان حسن الصباح هيلعب معاه اللعبه دي تاني عشان ممكن اقول ان هو يخلص منه هو كمان. لكن بنشوف بقى ان الهادي يقول له برضه ان الموضوع هيبقى صعب، لكن حسن الصباح يقول له ان مفيش حاجه مستحيله، وان هو هيبتدي ان هو يجهزه لحد هو ذات نفسه ما يكون ان هو حسن الصباح، ان هو بعد كده يمشي الامور كلها من بعده وان هو هيبقى الخليفه بتاعته. بس حسن الصباح بقى بيطلب منه مهمه واحده بس، ان اول مهمه ليه ان هو يحاول ان هو يصالح بين حسن الصباح وبين امه دنيا زاد، وانه كمان يجيب الجاريه اللي عندها نورهان عشان هو محتاجها وان هو مش هيأذيها كمان. ساعتها بقى نشوف الارتباك اللي بيبان على هادي واللي ما بيبقاش عارف يعمل ايه، عشان في الوقت ده بقى يبتدي او ممكن يقرر ان هو يقول لحسن الصباح على اللي حصل كله، واللي يقول له ان دنيا زاد وان نورهان وخديجه بنته صغيره ان هو هربهم من القلعه، وان هم هربوا بقالهم شويه. عشان في الوقت ده بقى نشوف ان حسن الصباح بيتضايق وابتسامته بقى بتتحول ممكن اقول لنوع من الغضب، لكنه بيبقى ماسك نفسه واللي يقول له هم طلعوا ازاي. عشان في الوقت ده بقى اللي يبتدي ان هو يقول له، واللي ساعتها نشوف ان حسن الصباح بيتضايق منه اكتر، واللي حسن الصباح يقول له انا بجهزك تبقى الخليفه لكن انت بتخوني من ظهري، واني بعتك تتعلم اصول الدين رحت متعلم شرب الخمر، وان انت كل شويه بتعصى اوامري، وان الموضوع ده مش هيعدي بالساهل، وان انت لازم كده كده تتعاقب على اول حاجه منها، وان انت لازم تتحمل مسؤوليه اللي انت بتعمله. عشان نشوف بقى ان الهادي منهار جدا، واللي بيبقى مرعوب اساسا من رد فعل الصباح، واللي بيبقى خايف ان هو يحكم عليه بالموت، لكن حسن الصباح يقول له ان هو مش هيموته، وخصوصا كمان ان هو زي ما بيتكلم ان هو مختاره انه يبقى الخليفه بتاعهم، وان هو مش عايزه ان هو يخسره. بس الفكره ان هو هيبتدي تأديبه بس بشكل عنيف قوي او بشكل قاسي قوي، عشان يقول له ان السبيل الوحيد عشان يسامحه ان هو ما يحكمش عليه حكم شديد، ان لما يجيب له راس امه ان هو يقتلها بايده، يقتل امه ويقتل اخته الصغيره عشان يكون ممكن اقول حقق له كده الحاجه الكبيره، وان الحاجه دي ترجعه لصوابه وكل ده ايه يخلص على خير. لكن ساعتها الهادي يقول له ان هو مش هيقدر يتحمل الحكم ده، ان هو يقبض على امه وان هو يقطع راسها كمان، ان الموضوع ده فوق طاقته. عشان ساعتها حسن الصباح اللي يبتدي يوبخه واللي يقول له انتقامي من امك وقطع راسها دي حاجه عليا انا، لكن ساعتها هنشوف لما اوصل لها الاول. واللي يسيبه بقى وبيمشي عشان نشوف فعلا ان الهادي منهار جدا، واللي ما بيبقاش عارف هو هيعمل ايه ولا هيحصل له ايه. واللي بعدها على طول نشوف ان حسن الصباح بيتصرف، واللي بيجتمع ببرزة واللي بيطلب منه ان هو عايز اسرع فارس ان هو يطلع يلحق دنيا زاد وان هو يرجعها، وان هو عايز يلحقها قبل ما توصل اصفهان، لان هي لو وصلت للسلطان هيرحمها ولا الجنود بتوعه. لكن ساعتها بقى برزة يقول له طب ما احنا لو لحقناها انت ذات نفسك مش هترحمها، عشان حسن الصباح يقول له عدم رحمتي بيها غير التنكيل، او ان هم هيحسوا ان هم خدوا علينا افضليه. عشان نشوف ان حسن الصباح واصل لاقصى جنونه، ان هو اساسا بيضحي بمراته وبنته الصغيره عشان بس يرضي غروره الشخصي. بس الفكره انه برزة وميد بيقول له ان فكره ان هم هربوا من شويه وقت ده ممكن يكون صعب جدا ان حد يلحقهم، لكن ده كله ممكن يتلحق. لكنه بقى بيتفاجئ من فكره تانية، ان حسن الصباح بيقول له ان انت تختار مختار تاني ان هو يلحق يحيى بن المؤذن ان هو يقتله قبل ما يوصل بغداد، عشان برزة اللي يتفاجئ وما يبقاش فاهم اساسا ايه اللي بيحصل بالظبط. واللي يقول له طب مهمته دي هيحصل فيها ايه؟ ساعتها حسن يقول له ان لو يحيى عرف ان حبيبته هربت من القلعه انه اكيد مش هينفذها، وان الحاجه دي هتبقى خطر كبير على الدعوه بتاعتهم،
وان هم ممكن ما يعرفوش يوصلوا له تاني، فاهم حاجه ان هو يطلع كمان مختار وراهم عشان يقتله هو كمان قبل ما يوصل لبغداد، وانه يطلع مختار يجيب له دنيا زاد وبنته الصغيره، او حتى ان هو يموتهم، عشان نشوف فعلا كده ان حسن الصباح بيوصل زي ما بتكلم لقمه الجنون بتاعه. ونروح بقى من هناك لعمر الخيام اللي نشوف بقى ان جاي له رساله من دنيا زاد اللي بتطلب اللجوء ليه، وان هي هربت من حسن الصباح ومن جحيم قلعه ألمون، وان هي بتستنجد بيه ان هو لو يقدر ان هو يفتح لها بيتهم وان هو يخبيها من حسن الصباح ومن اي حد تاني، عشان تقول له برضه في الرساله ان لو الرساله دي هتاذيك او استقبالك لينا هيضرك، ان انت عادي تقفل بابك قصادنا وان انت ما توافقش تدخلنا، واللي هي تقول له ان هي جايه في الطريق وان هي هتستنى رده، عشان نشوف بقى لما بتوصل عند باب بيته ان هي بقى بتستاذن هي تدخل ولا لا. لكن عمر الخيام اللي بيبقى بعد شويه ممكن اقول حاجات كده حصلت في النص قبل ما يوصلوا ان هو كان شاكك ان هو يستقبلهم ولا لا، بنشوف ان هو بيوافق ان هو يستقبلهم، واللي يقول لها ان مرحب بيها هي وضيفتها اللي معاها، واللي بيدخلها بقى ممكن اقول لمكان النساء عنده، عشان نشوف بعدها يحيى بقى على طول وان هو رايح في طريقه ناحيه بغداد. لكن نشوف كده تقريبا ان هو ناوي ان هو ينفذ الوعد اللي وعده لحسن الصباح عشان يخلص بقى حبيبته من الاسر اللي فيه، بس بقى ما بيبقاش واضح هو هيختلي الخليفه الاسلامي ولا لا. وساعتها بقى بتخلص الحلقه على كده. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واتمنى اكتر ان انت تكون عملت لايك الحلقه. لايك بيساعد فعلا ان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، ولو انت مش مشترك معانا يشرفنا كده ان انت تشترك. واشوفك بقى في حلقه جديده وملخص جديد. سلام.